ولادي كان بيحصل لهم ايه؟ ليه كل مرة بيضيعوا مني؟ انتي لازم تعرفيني الحقيقة، لاني كنت مع الدكتور في التلات مرات اللي مراتي ولدت فيهم. انا علشان كده سبت المستشفى وسبت التمريض، بس الحقيقة مش في المستشفى وبس، الحقيقة جوا بيتك. جوا بيتي؟ ازاي انطقي؟ اهلك، اهلك هم السبب ان ولادك يحصل لهم الكارثة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة النهاردة حلوة قوي وإن شاء الله تعجبكم. أتمنى تدعموني بلايك الفيديو. بينا نصلي على النبي ويلا نبدأ. ملك عندها 27 سنة، متجوزة من 7 سنين. حملت في ال7 سنين دول 3 مرات، في كل مرة الطفل بيروح فيها. وفي يوم كانت قاعدة في شقتها وطلعت عندها حماتها وقالت لها: ما يلا يا حبيبتي، جوزك مستنيكي تحت علشان تروح للدكتور. هو ما طلعش ليه؟ طيب كنت هنزل انا وهو سوا. وعلى ايه يطلع وينزل؟ ما كفايه شحططه في الوعد. وانزلي يلا علشان عايزه ارتاح شويه، تعبت من دوشه عيال سلفتك تحت. هو حضرتك هتنامي هنا يا طنط؟ ايوه يا حبيبتي، شقة ابني وانتوا خارجين وانا هنام شويه جوه. يلا الواد عنده شغل، يا دوب يوديكي للدكتور ويرجع علشان يشوف شغله. اتضايقت ملك ونزلت تحت، وكان احمد جوزها قاعد مستنيها وقال لها: يلا يا ملك، انا يا دوب هنروح للدكتور وبعد نرجع على طول على الشغل. وامك ايه اللي يخليها تنام في شقتي يا احمد؟ انا في حاجات فوق خاصة بيا مش عايزة حد يشوفها، ووالدتك كمان بتنام في اوضة النوم. يعني هي الحاجات الخاصة بيكي دي لو امك شافتها هتزعلي؟ نضفي قلبك يا ملك شوية، وعاملي امي زي ما بتعاملي امك علشان خاطر ربنا حتى. طلعت منى مرات اخوه من المطبخ وقالت: في ايه يا جماعة؟ صوتكم عالي ليه؟ مالك يا احمد؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة يا منى، الهانم بس زعلانة علشان امي طلعت تنام فوق شوية. ده انت كده لك الجنة علشان مقعدة امي معاكي. معلش يا احمد، ملك بس بتحب تبقى براحتها شوية ومحدش يدخل شقتها. انا هبقى اكلم حماتي وافهمها الموضوع ده، بس بلاش نكد عليها وهي حامل كده. عايزين بقى المرة دي ربنا يقومها بالسلامة ونشوف عوضكم ونفرح بيه ان شاء الله يا منى. ربنا يخليكي ويخليلك عيالك وتفرحي بيهم يا رب. واخوكي رؤوف مش مقصر في حاجة، ده من اول ما بندخل المستشفى لحد ما نطلع منها بيبقى شايلنا فوق راسه. طبعا ده بيعزك قوي يا احمد، وان شاء الله المرة دي الطفل يبقى كويس ويجي بالسلامة. الله يسلمك، هنمشي احنا بقى علشان ما نتأخرش. قال كلامه واخد ملك وخرجوا، وبعد ما الدكتور كشف عليها قال: لا كويس قوي لحد دلوقتي، مفيش اي مشاكل يا مدام ملك، بس نمشي على العلاج مظبوط. يعني في امل المرة دي البيبي ينزل عايش يا دكتور؟ طبيا ايوه، بس نصيبه بقى دي حاجة بتاعت ربنا. ادعي بس انتي واحنا هنعمل اللي علينا ومش هنقصر في حاجة ان شاء الله. مش شاكرين قوي يا رؤوف، واحنا برضو املنا في ربنا كبير ان الموضوع يتم على خير ان شاء الله يا احمد، وانا في انتظارك في المتابعة يا مدام ملك. وخرجت ملك مع احمد وقالت له وهي قاعدة جنبه في العربية: انا مش عايزة اروح المستشفى تاني عند رؤوف يا احمد، وقلبي مقبوض منها قوي. انت ناسي اني ليا 3 اطفال ينزلوا ميتين في المستشفى دي؟ ليه كده يا ملك؟ في حاجة حصلت ولا ايه؟ وبعدين ده قضاء ربنا، مال بقى المستشفى بالموضوع ده؟ بلاش تخريف يا ملك. بس انا ما بخرفش، انا عايزة اغير المستشفى دي. بلاش طيب تقولي كده قدام منى، لحسن تزعل وتفتكر ان احنا مش عايزين نروح عند اخوها. والست كتر الف خيرها، مش مقصرة معانا في حاجة، ده انت من يوم ما حملتي وهي بتخدمك بعينيها. منى ملهاش علاقة بالموضوع ده، انا مش عايزة اروح اولد عند اخوها علشان ما حدش يزعل. احنا ما نقولش قدامهم حاجة ونقول لهم ان هولد عادي في المستشفى، يعني مش لازم نعرفهم دلوقتي ان عايزة اغير المكان. طيب وبعد ما تولدي هيحصل ايه بقى وهنقول لهم ايه؟ ولو اللي في بطنك ده منزلش عايش وقتها هيبقى ردنا عليهم ايه؟ انا هروح اقعد عند ماما الفترة دي لحد لما اولد، وبعد الولادة نقول لهم اني جالي الألم ورحت لأقرب مستشفى عادي. وليه كل ده بس؟
ما خلينا زي ما احنا، واللي عايزه ربنا هيكون. علشان خاطري يا أحمد، أنا حتى ما بقتش طايقة المستشفى، بدخلها وأنا قلبي بيتقبض. ماشي يا ملك، بس الموضوع ده لو وصل لأمي أو منى أو عماد أخويا، والله بعد كده ما هسمع كلامك في أي حاجة خالص. ما تقلقش، ما حدش هيعرف حاجة غير بعد الولادة، وهنقول لهم على المكان وبس كده. ورجعت ملك البيت وبطلت تاخد أي علاج، وكانت دايما بتصلي وبتدعي إن المرة دي ابنها ينزل عايش وتفرح بيه. وفي يوم راحت عندها منى وقالت لها: ايه يا ملك، ما بقيتيش تنزلي من شقتك خالص ليه كده يا حبيبتي؟ زعلانة من حاجة ولا ايه؟ ده انت حتى ما روحتيش المتابعة بتاعتك المرة دي. لا لا، مش زعلانة، بس الحمل المرة دي صعب عليا شوية. الله، وانت مين قالك ان انا ما روحتش المتابعة؟ رؤوف اخويا هو اللي قالي اتصل يطمن عليكي، لا تكون جرالك حاجة كفل الشر. انت ما تعرفيش هو بيحب احمد وبيعزه ازاي. قوليلي بقى، انت ما روحتيش للمتابعة بتاعتك وكنت قولي لاخويا على التعب اللي انت حاسة بيه ده؟ بصراحة كده يا منى، انا بقيت ادخل المستشفى اتضايق واتخنق، ما بقيتش طايقة اي مستشفى ولا اي علاج. فانا قررت ان انا لازم اقعد في البيت او اروح لماما، وهبقى اروح المستشفى لما اولد ان شاء الله. لا يا حبيبتي، أنا مش عايزاكي تتعقدي من حاجة، كل اللي بيحصل ده قضاء ربنا وقدره، لا المستشفى ولا الدكاترة ليهم دخل فيه. أنا كده مرتاحة أكتر، يمكن كتر الحركة بتتعبني. أنا حتى بفكر أروح أقعد عند ماما لحد لما أولد، وبقى أتابع مع رؤوف على الموبايل لما أحمد يجي عندي. اللي يريحك يا حبيبتي اعمليه. ومن ناحيتي هكلم حماتي علشان تسيبك تقعدي عند مامتك من غير ما تعملك حاجة ولا تعملك مشكلة. ربنا يخليكي ليا يا منى، والله انا معرفش من غيرك كنت هعمل ايه. ما تقوليش كده، احنا اخوات يا حبيبتي. وراحت بعدها ملك عند والدتها. كويس انك عملتي كده يا بنتي، الدكتورة اللي بقولك عليها شاطرة جدا، وان شاء الله ربنا يجعل الفرج عندها حتى نعرف السبب. انما اخو سلفتك ده مش فاهم حاجة، وانا مش مقتنعة بكلامه. بس انا خايفة يا ماما، خايفة حماتي او منى يعرفوا اني روحت لدكتور تاني غير رؤوف ويزعلوا. وايه اللي زعلهم يا بنتي؟ يمكن في مشكلة وهو مش عارفها ولا عارف يعالجها، والدكتورة الجديدة اكيد ان شاء الله تعرفها. ان شاء الله يا ماما، انا خلاص تعبت ونفسي يبقى لي حتة عيل افرح بيه، دي رابع مرة احمل فيها. شوفي احمد يا بنتي، وروحوا للدكتورة النهاردة بالليل وشوفوا بقى هتقول لكم ايه. وفعلا بالليل راح احمد وملك عند الدكتورة ناهد، اللي بعد ما كشفت عليها وخلتها تعمل تحاليل واشعة قالت لها: خير ان شاء الله، الطفل حالته ممتازة والحمل كويس جدا، مفيش اي اثبات علمي او طبي يقول ان الطفل هينزل مفيهوش روح. ما هو ده نفس الكلام اللي قاله الدكتور اللي كنا عنده، لكن في كل مرة الطفل بينزل من غير روح. دول 3 اطفال يا دكتورة، والرابع اهو جاي في الطريق، واحنا مش عايزين نخسره. لا لا، ان شاء الله ربنا يقدرنا والطفل يتولد بصحة كويسة ويبقى زي الفل. احنا هيبقى معانا اثناء الولادة دكتور اطفال واجهزة كويسة جدا، يعني لو حصلت اي مشكلة للطفل هنقدر نلحقه، ولو في اسوأ الاحوال ما قدرناش يبقى عرفنا السبب ونعالجه المرة الجاية. بس للحق كلام الدكتور بتاعكم مش منطقي، الطفل صحته كويسة جدا ومفيش لحد الآن اي مشكلة، ومش طبيعي الطفل ينزل من بطن أمه وهو كويس ومفيش فيه الروح. أكيد في حاجة غلط، وإحنا هنعرف نتصرف بإذن الله. إن شاء الله يا دكتورة ناهد، أنا هسمع كلامك وهمشي على تعليماتك بالظبط. وبعدها خرجوا من عند الدكتورة، وأول ما رجع أحمد البيت وكان رايح يطمن على والدته، بس قبل ما يخبط على الباب سمع منى بتقول: لا ما تقلقش، حماتي قاعدة في شقة أحمد فوق. اهدى يا رؤوف، البت مش هتولد غير عندك، بس ما تنساش بقى المرة دي ده الطفل الرابع اللي هتستنفع منه. هي قصدها ايه بالكلام ده؟ معقولة تقصد ملك مراتي؟ وازاي يعني بيستنفعوا بالأطفال؟ طلع شقته وهو مستغرب من كلام منى مع أخوها، وطلع لقى أمه قاعدة قدام التلفزيون وقالت: أنا عايزة أفهم، الشملولة مراتك ما جاتش معاك ليه؟ ليه سايبك لوحدك كده؟ معلش يا أمي،
هي نفسيتها تعبانة شوية، وهي راحت عند أمها علشان ترتاح. المهم انتي هتباتي عندي ولا ايه؟ يا ابني عيال أخوك تحت مصدعيني، مش عارفة أغمض عيني منهم. أقوم أجهز لك العشاء؟ لا لا، أنا اتعشيت مع حماتي وملك. وهشوك ايه بقى ان شاء الله، تلاقيك انت اللي جبت لهم اكل جاهز من بره. عارفك عبيط وعلى نياتك. لا يا امي، حماتي كانت عامله لي اكل من البيت. المهم مش عايزك تزعلي من ملك، وما تضايقيش انها قاعده في بيت اهلها اليومين دول. وانا اتضايق ليه؟ ده يا هنايا ويا بختي انها تقعد في بيت اهلها. بقول لك ايه يا ابني، البنت دي لو ما جابتش اللي في بطنها المره دي تطلقها. هو انت هتفضل قاعد جنبها على الحال ده كتير ولا ايه؟ وهي ذنبها ايه بس يا امي في الموضوع ده علشان اطلقها؟ ذنبها ان بطنها وحشه ومش بتعيش لها عيال. عارف انت لو طلقتها انا هجوزك بنت صغيره، تبقى انت اول بختها. انا مش هطلق مراتي يا امي، ملاك ما قصرتش معايا في اي حاجه، ولو على مشاكلها معاكي معلش، مع الوقت هتبقى هاديه وتسمع كلامك زي منى. لا يا حبيبي، انا اللي اقوله يتسمع. البنت دي لو العيل اللي في بطنها نزل فطسان زي اللي قبله ما تدخلش بيتي وترمي عليها يمين الطلاق وهي لسه في المستشفى، وقبل الشهر ما يخلص تكون متجوز غيرها، وإلا تاخدها وتمشي من بيتي. هنخيب ولا ايه على اخر الزمن علشان حتة بنت زي دي؟ انا داخل انام يا امي، تصبح على خير. بعدها احمد دخل ينام، وتاني يوم اول ما فاق راح المستشفى على طول، وقابل الممرضة اللي شغالة مع الدكتور رؤوف وقال لها: لو سمحتي يا أنسة، كان في واحدة شغالة هنا اسمها مدام راوية، تعرفيها؟ أيوة، بس دي سابت الشغل من سنة تقريبا. هو حضرتك بتسأل عليها ليه؟ أنا يعني كنت بقى أديها مساعدة كل فترة والتانية. طيب قوليلي، ما تعرفيش عنوانها فين بالظبط؟ ثانية واحدة هجيبهولك من شؤون العاملين، بس ايدك كده على حاجة حلوة أديها للموظفين. ماشي، خدي دول علشانك ودول علشان الموظفين، بس خلي الموضوع بيني وبينك، مش عايز الخير بقى حد يعرفه علشان ثوابه ما يروحش. وسمعت الممرضة الكلام وجابت له العنوان، وأحمد راح هناك، وأول ما فتحت الباب وشافته قالت: أهلا وسهلا، مين حضرتك؟ معقولة مش فاكراني يا مدام؟ أنا الأستاذ أحمد، جوز ملك اللي كانت بتولد عندكم، وكل ما تولد العيل ينزل ميت. طبعا افتكرت. خير يا أستاذ، في حاجة ولا إيه؟ كنت عايز أتكلم معاكي في موضوع مهم، بس مش هنا على الباب، دخليني علشان محدش يسمعني. ودخلته وسابت الباب مفتوح وقعدت قدامه وقالت: خير يا ابني إن شاء الله. أنا عايز أعرف إيه السبب اللي يخلي ولادي يموتوا أول ما ينزلوا من بطن مراتي. الموضوع في سر، وانت الوحيدة اللي كنت شغالة مع الدكتور رؤوف وبتدخلي معاه العمليات. أنا معرفش حاجة وما أقدرش أقول حاجة، بس لو انت عايز مساعدتي يبقى أسمع كلامي وخلي مراتك تتابع حملها، لو حملت تاني يعني، عند أي دكتور تاني غير الدكتور رؤوف. أيوة، ليه بقى نعمل كده؟ رؤوف كان بيعمل ايه في ولادي؟ لو سمحت اطلع برا، أنا عايشة لوحدي، وجودك هنا مش كويس. أنا عايزة أعرف الحقيقة يا مدام، عايزة أعرف ولادي كان بيحصل لهم إيه وليه ما كانوش بيعيشوا. بقولك إيه يا جدع أنت، لو ما طلعتش برا البيت دلوقتي أنا هصوت وأقول إنك جاي تتهجم عليا. أنا دلوقتي اتأكدت إن في حوار كبير قوي بيحصل. مراتي كانت دايما بتساعدك ومش مقصرة معاكي في أي حاجة، وانت كمان لو عندك شوية ضمير اتكلمي وقولي الحقيقة. أنا عرفت برضو إن ولادك التلاتة راحوا في حادثة. خافي ربنا بقى، عشان حتى لما تدعي لهم ربنا يتقبل دعواتك، ولو كانت في حاجة وحشة بتحصل قوليلي. ما عنديش حاجة أقولها، واطلع برا من هنا يلا. بصلها أحمد بحزن وطلع من عندها، حاول يشيل الموضوع من باله. وفي يوم كان نايم في أوضته وكانت ملك بتتصل بيه وقال: أيوة يا ملك، في إيه؟ الحقني يا أحمد، أنا تعبانة قوي وشكلي هولد تعلق بسرعة، مش قادرة. بتولدي دلوقتي إزاي؟ مش لسه الدكتورة محددة يومين على ميعاد الولادة؟ اللي حصل بقى، لحقني بسرعة، انت لسه هتتكلم؟ طيب أنا جاي حالا،
خلي أمك تاخدك المركز بتاع الدكتورة ناهد، وأنا جاي وراكم فورا. وفعلا بعد شوية كان واقف أحمد برا أوضة العمليات، ومعاه فاطمة اللي بتعيط وبتقول: يا رب اكبر بخاطرها المرة دي وقومها بالسلامة هي وابنها يا رب. إن شاء الله يا حماتي، إن شاء الله ربنا هيقومهم لينا هما الاتنين بالسلامة المرة دي. وفضلوا هما الاتنين قاعدين بيدعوا وهم خايفين لحد ما طلعت الممرضة وهي شايلة طفل صغير على ايديها وقالت: ألف مبروك يا أستاذ أحمد، يتربى في عزك يا رب. أحمد أخد منها الولد وعيونه مليانة دموع. هو ده ابني؟ هو كويس؟ مش كنتوا تلحقوه لحسن يتعب أو يحصل له حاجة؟ اطمن يا أستاذ، ابنك كويس وزي الفل. الدكتورة هتخيط الجرح للمدام وهتطلع تطمنكم أكتر. الواد كويس وزي الفل أهو يا ابني، اتربى في عزك انت ومراتك، ربنا يطمنا عليها هي كمان. ياه، ده أنا تعبت قوي علشان أشوف حتة مني عايشة كده يا حماتي. وبعد شوية كان قاعد مع الدكتورة في مكتبها وقال لها: أنا حاسس إن رؤوف ده وراه حاجة، مفيش أي سبب إن ولادي يروحوا كده. في شك في الموضوع ده فعلا. طيب الكلام اللي انت سمعته من أخته ده ممكن يخليك تشك إن مرات أخوك ليها يد في الموضوع؟ أنا مش متأكد، بس كلامها مع خوف الممرضة واللي شفته أكيد هما كانوا بيعملوا حاجة في ولادي. المستشفى دي فيها كارثة بتحصل، ولو اللي في بالي صح تبقى دي عصابة. لو الممرضة اتكلمت هيبقى الموضوع اتحل كده وكل حاجة هتبان. وفعلا أحمد مشي، وبعد كام يوم راح تاني للممرضة وقال لها: لآخر مرة بقولك، لو في حاجة قوليها لي، هتنجدي نفسك بدل ما تروحي معاهم في داهية. هقولك على كل حاجة يا أستاذ أحمد، انت ولادك ما كانوش بيروحوا، دول كانوا بيبقوا عايشين، والدكتور رؤوف بيبيعهم. في حد من أهل بيتك مش عايز يبقى لك خلفة انت ومراتك. هو مين؟ اتكلمي، وولادي لو عايشين هما فين دلوقتي؟ مرات أخوك أخت الدكتور رؤوف، وكان بيبيع عيالات للناس وبتبيعهم لناس أغنياء. انت مستعدة تقول الكلام ده قدام النيابة؟ أيوة خلاص، ولادي الله يرحمهم ما بقاش عندي حاجة أخسرها، المهم قابل وجه كريم وأنا مرتاحة. وفعلا راحت الممرضة وقالت أقوالها قدام النيابة. أحمد بلغ في رؤوف وأخته واتقبض عليهم وطلعوا جثث الأطفال من القبر، وبعد التحليل طلعوا مش ولاده. وفي يوم كان قاعد أحمد جنب ملك اللي بيتنيم في ابنهم وقال: التحقيق شغال، قريب قوي هنرجع ولادنا. ابننا الكبير زمانه دلوقتي عنده 7 سنين يا أحمد، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. منى اللي عاملة فيها ملاك وطيبة طلعت مش عايزانا نخلف علشان الورث كله يبقى لولادها وبس. هم هياخدوا عقابهم. يا ريتني سمعت كلامك من زمان ورحنا لدكتور تاني غير رؤوف. تعرفي حتى أمي بقت ندمانة على تصرفاتها معاكي، ودلوقتي هتربي ولاد أخويا. اللي حصل ده علمنا كلنا، ومنى وأخوها يدفعوا التمن غالي قوي. المهم ترجعلي الولاد يا أحمد علشان خاطري. هيرجعوا يا حبيبتي، وبعدين هم ولادك لوحدك، ربنا هيعوضنا خير ونرجع ولادنا ونربيهم مع أخوهم أحسن تربية. وفعلا أحمد قدر إنه يرجع ولاده اللي اتبنوهم عائلات تانية، ومع الوقت اتعودوا عليهم وربوهم أحسن تربية. ورؤوف وأخته والمسؤولين عن الجرائم دي في المستشفى اتقبض عليهم واتقفلت المستشفى كلها. ودي كانت نهاية قصة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش لايك واشتراك للقناة علشان تشوفوا قصص جديدة كل يوم. سلام.